مستمرين مع حضراتكم في تغطية حفل تحفظ كتاب الله بقرية بني علي تحت رعاية الشيخ طلال سعيد الكتشي. معانا حدث عظيم أو شخصية عظيمة من ضمن الحفل. سمعنا أن صوتها جميل وبتبدع في الإنشاد، فحابين نتعرف عليك. اسمك؟ اسمي رقية محمد يوسف. رقية، أنت منين؟ من بني علي. في سنة كام يا رقية؟ داخلة تالتة ثانوي أزهر. ما شاء الله تبارك الله. أنت كنت مشاركة في المسابقة بتاع النهارده؟ أيوة، وليا الشرف طبعا. حصلت على المركز الكام؟ المركز التاسع. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله الموسم اللي جاي توصلي للمركز الاول ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. بس احنا بنسجل معاكي الحاجه تانية، احنا عرفنا ان انت صوتك جميل. والله يعني الناس بيقولوا، بس ان شاء الله خير يعني. طيب هتسمعينا انشوده ايه الجمهور يشوفها؟ سوف نبقى هنا. طيب معاك المايك. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. شكرا. ما شاء الله تبارك الله، صوتك جميل يعني. شكرا لحضرتك. انا لو هعمل مسابقه للاصوات هختارك انت. والله طبعا ليا الشرف ان انا بتقدم مع حضرتك يعني، وان شاء الله ربنا يجعلنا سبب للناس تسمع اصوات كويسه ان شاء الله. حابين نسمع منك حاجات كتير وتحفظي اناشيد اكتر، ونسمعك ان شاء الله باناشيد اكتر مفيده وتحس الناس على العلم والتعلم. طبعا ان شاء الله يعني، ده فيما بعد ان شاء الله نحاول نتطور ونحفظ اكتر ونحاول نأدي احسن طبعا، ونتمكن من كل الاغاني ان شاء الله بتحس كل الناس على اي حاجه في الدنيا، العلم، القرآن، الاناشيد، اي حاجه في الدنيا. ما شاء الله عليك، اتشرفت بيك. شكرا. طبعا اتشرفت بحضرتك. السلام. شكرا.